تاني محطة وأحداثهم هي المتحف المصري الكبير. افتتاحه كان لسه يوم 1 نوفمبر، وده أكبر متحف للآثار المصرية في العالم. المتحف موجود في الجيزة في منطقة الأهرامات، وبيضم أكتر من 100 ألف قطعة أثرية من العصور الفرعونية، بيستوعب أكتر من 5 مليون زائر في السنة. المتحف رحلة تفاعلية عبر التاريخ المصري القديم، بتبدأ من ملوك الدولة القديمة لحد نهاية العصور الفرعونية. أول ما بندخل بنقابل تمثال ضخم لرمسيس الثاني في بهو المدخل الرئيسي، ووراه الدرج العظيم اللي عليه تماثيل ملوك مصر القدامى. المتحف متقسم لأقسام ضخمة زي قاعة الملك توت عنخ آمون اللي بتضم أكتر من 5000 قطعة من مقتنياته، كلها معروضة لأول مرة في مكان واحد. وكمان معرض المومياوات الملكية بطريقة عرض حديثة. قاعة الحضارة اللي بتعرض تطور الحياة اليومية للمصريين القدماء، من الأزياء والأكل والحرف لحد الدين والفن. كمان في سينما 3D ومركز للترميم بيعتبر الأكبر في الشرق الأوسط، وبيتم فيه ترميم الآلاف من القطع الأثرية بدقة عالية. وفي ممشى سياحي ضخم بيربط بين المتحف ومنطقة الأهرامات، ده غير منطقة المطاعم والمحلات اللي بتخليك تقدر تقضي يوم كامل هناك من غير ما تزهق.